تخيل تصحى يوم وتلقى أحد غيرك قاعد بمكانك، مو إنسان، روبوت. وقتها شو تسوي؟ روبوت ما يتعب، ما يغلط، ما يطلب إجازة، والأهم إنه يسوي شغلك بدقة أكثر منك. بتخاف؟ تدخل منافسة؟ ولا تختار طريقة أذكى للتعامل مع الموضوع؟ هذه بالضبط اللحظة اللي المستقبل المهني قاعدين يتغير عندها. قبل فترة شفت فيديو لروبوت يلحم داخل مصنع. كان يشتغل ساعات طويلة بدون أي علامة تعب ولا ضغط. شغله مرتب ودقيق، وبعدها يشيك الجودة بنفسه ويكمل. وقتها قلت لنفسي، إذا هذه قدراتهم اليوم، شو بيكون وضعهم بعد 10 سنين؟ وش يصير بوظائفنا؟ شنو مستقبلنا بين كل هالروبوتات؟ خلي أقولها بصراحة، في وظائف فعلا بتنتهي. أي شغل روتيني قابل للتوقع وما يحتاج كرياتيفيتي كبير بيروح بسهولة للأتمتة والذكاء الاصطناعي، مثل الخطوط الإنتاجية، إدخال البيانات، الردود البسيطة، المخازن اللي ما فيها قرارات، السواقة الأساسية، وبعض الوظائف المكتبية. هذه أول ناس يتأثرون بالAI، مو لأنهم سيئين، لكن لأن الروبوت ما يتعب ولا يغلط. المشكلة أن ناس كثيرة تفكر أن الحل أنهم يبتعدون عن AI، وهذا أكبر خطأ. المستقبل للناس اللي يعرفون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لصالحهم. الوظائف ما بتختفي، بتتغير. الحقيقة، الروبوت ياخذ شغل الشخص اللي ما يستخدم الروبوت، لكن اللي يعرف يستفيد من AI يصير أقيم بكثير. مثل واحد يسوي محتوى ويطلع عشرات الأفكار بمساعدة AI، أو واحد مو مبرمج بس يقدر يبني مشروع كامل بالذكاء الاصطناعي، أو واحد مو محلل بس يحصل تحاليل دقيقة منه، أو مصمم يستخدم نماذج الصور ويخلص شغله أسرع بكثير. العالم رايح لمعادلة، إنسان زائد AI زائد روبوت، لا إنسان الحالة ولا روبوت الحالة. تخيل عندك موظفين، واحد يشتغل 8 ساعات والثاني يسوي نفس الشغل بساعة أو ساعتين مع AI، أدق وأسرع. لو أنت المدير، مين بتحتفظ فيه؟ العالم كله ماشي بنفس الاتجاه. التنافس اليوم مو بين الناس، بين اللي يستخدم AI واللي ما يستخدمه. الروبوتات مو أعداء لنا، هي أدوات، يا تستخدمها وتبني مستقبلك، يا واحد غيرك يستخدمها وياخذ مكانك. مستقبل الوظائف واعد، لكن للي يعترف أن اللعبة تغيرت. رأيك شنو؟ تتوقع AI يقدر ياخذ مكان الإنسان؟ اكتب لنا رأيك.